رسالة لريال مدريد، بحلم بيك، أنا بحلم بيك، يوم الأربعاء مستنيك. الواحد للمرة 80,000 في حياته يقول الأهلي مصدر السعادة الوحيدة اللي بتفرح الشعب المصري كله. الأهلي بيكسب 1-0 ويوصل قبل النهائي لاعب ريال مدريد. قبل ما نتكلم في الماتش والجمال والعظمة والتاريخ والحاجة العالمية اللي الأهلي بيعملها، أنا عايز أقول معلومة سريعة جدا. فرقة هتلاعب فاركو يوم الاثنين ان شاء الله، والاهلي هيلاعب ريال مدريد يوم الاربعاء. عشان المعلومه دي بس، عشان فاكرين السنه اللي قبل اللي فاتت يقول لك اصل احنا لو كنا لعبنا بايرن ميونخ كنا كسبنا، فاحنا عايزين الجمله دي قلت احرقها لهم من دلوقتي، ان احنا لو كنا لعبنا ريال مدريد كنا كسبنا. دي معلومه سريعه مش عارف هتفيدكم ولا لا. ندخل بقى على الماتش الجميل. ميزه الاهلي الاساسيه وخبراته ونجاحه بالنسبه لي ان الاهلي بقى عارف يتصرف في الماتشات دي. الاهلي بقى عارف هو عايز ايه من الماتش، الاهلي بقى عارف يخلص الماتش زي ما هو عايز، الحمد لله. فالجمال والنهارده تعالوا طيب نتكلم على مين؟ نتكلم على مين في الجمال ده كله؟ نتكلم على كولر. انا بالنسبه لي كولر اكتر واحد محتاج ياخد حقه. كلنا اتفاجئنا في التشكيل ان كولر مغير الاربعه اللي قدام كلهم، محمد شريف والشحات وعبد القادر وقفشه ما لعبش، وغير الدنيا كلها. بس عمل حاجه اساسيه جدا، ان هو الشوط الاول تحس كان بيستكشف الفرقه. كولر اصلا قبل الماتش، من مميزات كولر بالنسبه لي اللي بقى لها كتير قوي الاهلي ما بيشوفهاش او ما بيشوفهاش في الاهلي، فكره ان انت بتدرس الخصم. احنا كنا متعودين في اخر 10 سنين في الاهلي ان انت عارف التشكيل الاساسي 11 لعيب، يتغير بقى واحد، يتغير اتنين، يتغير واحد عشان مصاب، يتغير واحد عشان موقوف. انا اللي عاجبني المره دي ان انت لا، ممكن بنسبه كبيره يحصل تغيير في التشكيل. بيبقى التغيير في التشكيل ده بناء على ايه؟ بناء ان انت بتعمل دراسه للفرقه اللي قدامك. الماتش ده صعوبته بالنسبه لي بفكره ان انت بتلاقي فرقه بعيده عنك خالص، بعيد عنك حرفيا في القاره، وبعيد عنك في طريقه اللعب، وطريقه عنك في الثقافه الرياضيه اصلا كلها، وبعيد عنك على السرعات واللياقه، بعيد من كل النواحي. فدايما الواحد خبراته مع الاهلي في الحته اللي زي دي بتبقى ماتشات رخمه، بتبقى ماتشات كده ايه، انت بتقعد نستكشف كده في الماتش. تحس هو ده اللي حصل النهارده. الاهلي الشوط الاول احنا بنستكشف. كان الاهلي بالنسبه له او كولر نجاح الشوط الاول ان هو يخلص 0-0. مش هنضحك على بعض، كلنا كاهلاويه اتخضينا كده من الشوط الاول، لقينا ضغط غير طبيعي من فرقه امريكا دي. ضغط سرعات، هجمات. الشناوي كان مهزوز شويه في الشوط الاول، قلقنا لدرجه انا واحد من الناس قلت طب احنا ليه غيرنا اللعيبه؟ طب ما كنت تخلي شريف، كنت تخلي مش عارف ايه، طب عبد القادر، طب مش عارف ايه. مثل الحاجات دي بقى ان الشوط التاني بانت. اول ما الشوط التاني ابتدى والتغييرات بتاعت الاهلي نزلت، شفنا كلنا الاختلاف، شفنا كلنا قفشه والقضيه. قبل ما نتكلم على جمال القضيه وذكريات القضيه وحلاوه القضيه من الدقيقه 85 او الدقيقه 86، قفشه سؤال بس، هو انت لازم يا قفشه تخبط في حاجه او تخبط في حد وترجع لك عشان تجيبها جون؟ يعني بجد والله العظيم كربون. هو على فكره هو الشوط الاولانيه وجت في العارضه، لا ازاي شوطها تاني. بس على فكره انا من الناس اللي فرحانه جدا لقفشه. قفشه بقاله فتره هجوم عليه بسبب ومن غير سبب، لدرجه في ناس وصلت لدرجه ان هطلعه خاين، يعني هطلعه خاين على الاهلي. فقفشه ان ربنا يرزقه بجون زي ده وفي وقت زي ده وفي بطوله مهمه زي ده وحدث كبير زي ده، لا ده ربنا بيحبه. ان انت تبقى انت صاحب القضيه بتاعت 2019 وان انت تبقى صاحب القضيه بتاعت النهارده، بس برضه ستظل القضيه بتاعت 2019 المحببه لي وللجميع. فده حق قفشه. انا بالنسبه لي كمان عبد القادر، هي ملحوظه سريعه جدا. عبد القادر شفناه في كوره يعني حرفيا عدى من 80 واحد. عبد القادر عدى من 80 واحد بجد. ما تعرفش واجه حد رن له قال له تعالى ارجع عايزك، ما تعرفش ايه اللي حصل، ده لافف وراجع. انا بالنسبه لي لغايه دلوقتي دي لغز مش مفهوم. وكهربا النهارده برضو بالنسبه لي الناس اللي لعبت الشوط الاول كانت مظلومه بشكل كبير جدا. يعني الناس اللي لعبت الشوط الاول تحس ان انت لا، يعني كنت في مرحله الاكتشاف. فانا شايف ان كولر نجح في التغييرات، نجح ان ينزل كل الناس دي مره واحده. حصل الاختلاف، انا مش فاهم ليه حسين الشحات ما لعبش، النظريه دي انا مش فاهمها. ومحمد الشناوي، على فكره محمد الشناوي تساوى كده مع نوير في اكتر عدد ماتشات كلين شيت كده. الشناوي 4 ماتشات كلين شيت ما شاء الله، ثبات على المستوى حلو جدا. قلقنا شويه في الشوط الاول. ومن الناس بقى اللي مش عايزها تتوه في الزحمه اللي احنا دي والفرحه دي، وريال مدريد يوم الاربعاء ان شاء الله، ريال مدريد يوم الاربعاء ان شاء الله. محمد عبد المنعم لو ربنا بعد عنه الاصابات
وفضل بتركيزه دوت، اتوقع للاسف ان هو ممكن ما يقعدش في الاهلي، اتوقع ان هو هيطير على بره. ما شاء الله ثبات في المستوى، قوه، التحامات. انا بالنسبه لي ده يعني اكتر مدافع في مصر وفي افريقيا بيلعب كوره. يعني اللي بيفهموا كوره هيفهموا انا قصدي، بيلعب كوره. راجل مش يرمي الناحيه الثانيه على طول، طلع في الاوت مبدا الامان لا، هو راجل بيعرف يطلع على الكوره، بيعرف يتقل على الكوره. فانا شايف ان محمد عبد المنعم من الناس اللي في وسط الهوجه ديت مش واخد حقه. ويوم الاربع على فكره لاول مره في حياتنا نقدر نقول احنا ممكن نكسب ريال مدريد يوم الاربعاء ان شاء الله. انتوا متخيلين بجد والله ما شاء الله الليفل اللي احنا فيه؟ احنا بنقول هنقدر ان شاء الله ممكن نكسب يوم الاربعاء عادي ونوصل الفاينل، ويبقى الاعجاز التاريخي ان احنا ان شاء الله ناخد بطوله كاس العالم. ايه المشكله؟ احنا مشتركين 8 مرات ما شاء الله ما شاء الله، 4 مرات بتوصل للدور قبل النهائي. انجاز بمعنى الكلمه. بتكسب قارات مختلفه، بتكسب ثقافات مختلفه، بتكسب فرق بعيده عنك خالص. فان انت تبقى ما شاء الله في ال8 مرات وصل 4 مرات، لا مش سهله. فكلنا مستنيين يوم الاربع ان شاء الله. وعلى فكره كلنا بثقه جدا ما نكسب ريال مدريد ان شااء الله. انت بطل قرن، احنا بطل قرن. انت جامد، احنا جامدين. انت احسن حد في قارتك وفي بلدك، احنا احسن حد في قارتنا وفي بلدنا. احنا الاهلي اقسم بالله العظيم 3 احنا تاريخ، احنا شرف وفخر لاي بني ادم بيتفرج على كوره او نفسه يبقى مبسوط في حياته. بجد والله العظيم كلنا عندنا مشاكل، وكلنا عندنا قرف، وكلنا عندنا بلاوي سودا، وكلنا في زمن وفي وقت ما يعلم بيه الا ربنا. ركز، انزل الشارع هتلاقي الناس مبسوطه. والله العظيم انزل الشارع هتلاقي الناس مبسوطه. ليه؟ عشان الاهلي بيكسب. فاحنا فخر بغض النظر عن نتيجه يوم الاربعاء، احنا فخر وانبساط وفرحه ودنيتنا لذيذه وفخفخينه وهنروح على نفسنا وهنتعشى وهننام نومه حلوه ان شاء الله مبسوطين وصياحكم طرب وليلتنا زي الفل. فعايزين نعرف توقعات بقى ماتش يوم الاربعاء ان شاء الله. فيا ريت كده في الكومنتات واحنا فرحانين نتوقع مع بعض ماتش ريال مدريد يوم الاربعاء ان شاء الله. انا بقولها بثقه ومش تطبيل، ان شاء الله هنعمل مفاجاه ان شاء الله وهنكسب يوم الاربعاء. فكده قولوا لنا مع بعضينا. وكلمه اخيره، الجمهور المغربي، احنا من ساعه الماتش اللي فات شفنا الجمهور في الاستاد المغربي كان في ظهرنا ازاي. على فكره بجد والله مش مجامله، انا من الناس اللي كان ماتش الوداد والهلال انا كنت عايز الوداد تكسب. باللي عملوه معانا في ماتش الاولاني لا بان ان هم احنا اخوات. يعني انا بصراحه كنت بشجع الوداد. خسروا بضربات الجزاء هارد لك طبعا، ويقدروا يكسبوا الماتش الجاي فرقه امريكا دي ويطلعوا المركز الخامس. بس طلب بقى من جماهير المغرب اللي انا واثق ان انتوا ان شاء الله هتقدروا تعملوه، ان انتوا ان شاء الله يوم الاربعاء هتشجعوا الاهلي وهيبقى اللون الاحمر هو كله اللي في الاستاد، ونخلي ريال مدريد قاعد بيلف حوالين نفسه كده. دايما الاهلي فخر والانبساط وايه اليوم الحلو ده، والاهلي فوق الجميع. سلام.